نص الملعب اروح لعمر. خط الدفاع انا مش هختلف كتير عن عز اطلاقا. خط دفاع النادي الاهلي، لو هنتكلم على النادي الاهلي بما ان الزمالك احنا اتكلمنا ان هو الموضوع محسوم بالنسبه له في التشكيله، يعني في التركيبه ممكن التريكات نشرحها على الاواشيط. خط دفاع الاهلي انا شايف ان هو محمد هاني ملوش بديل حتى هذه اللحظه. ياسر كده كده ثابت. القصه كلها في العش وياسين او كوكا، مين ممكن يلعب باك ليفت. انا بشوف ان الاهلي لازم، مستحيل يفكر في المباراه ويعزل بيزيرا، لازم يحط بيزيرا في دماغه. ماشي. ده الراجل ده مش مفتاح لعب الزمالك، هو المحرك الرئيسي لكل القاطره دي، فطبيعي لازم اعمل حسابه. فعشان كده انا هروح مع فكره ياسين مرعي طب ينفع اسالك انت، وانت اكتر واحد المفروض يجاوب على دي، مصطفى العش ماله؟ مصطفى العش عنده مشكله، دي حقيقه فعلا. مصطفى العش عنده مشكله نفسيه، اتهز من اول مباراتين ثلاثه، والحقيقه ان المشكله دي زادت جدا من مباراه باتشوكا. تعامل ريبيرو مع مصطفى بعد مباراه باتشوكا كان قاسي جدا، خرج الولد بره. انا مش عايز استرجع ريبيرو عشان ما نبقاش قاسيين عليه، بس هو غلط في باص، هو باص كارثي طبعا في مباراه باتشوكا الوديه. الراجل استبعده تماما من كاس العالم للانديه، وده مشكله ليفل الاهلي، خلي بالك لما تلعب في الليفل ده، بس مش للدرجه دي طبعا الراجل اصلا مع مدرب اجنبي الراجل اصلا الليفل ده الراجل اصلا ما اتعاملش معاه، فبقى هو بيلعب كل مباراه خايف يطلع الباص ده، خايف يطلع الباص ده. المفروض هو كلاعب عنده كم من الخبرات في الدوري الممتاز انه ما يبداش يلعب السهل. ماشي. بس انا بشوف ان هو لازم يكون موجود. ماشي. في تركيبه خط ظهر النادي الاهلي هيبقى هاني، ياسر، العش وياسين مرعي. تركيبه خط النص انا بختلف شويه مع عز. الفكره كلها في ايه؟ هنا بقى اسلوب اللعب. انا كاهلي هضغط ولا هستنى؟ بس في نفس الوقت انا كاهلي ما ينفعش يبقى تفكيري الاساسي ان انا هضغط ازاي، مش هخرج بالكره ازاي. انا عندي صورتين، تعالى بس عشان ابقى موضح، انا ما قلتش رايي. لا انت أنا بقول لو فلان لعب جنب علان جنب ترتان ماشي. لا انا بتكلم على الثنائيه. انا بقول اوبشنز. انا بتكلم على ثنائيه ديانج ومروان تحديدا. انا شايف ان هم ما ينفعش يلعبوا مع بعض، ما ينفعش ولا قدام الاهلي ولا قدام بورتو. كان مروان وديانج وحمدي فتحي بيلعبوا سوا مع ايام كولر، وكان اعتراض كولر، ما انا هقول لك بقى، وكان اعتراض كولر الرئيسي وعدم عوده ديانج من الخلود هو ان هو ما بيعرفش يلعب في الحته دي. ما لان مروان بيلعب لوحده على الدايره، مروان عايز جنبه واحد يزيد ويسيب له المساحه دي كلها. مروان من اللعيبه اللي ما بتعرفش تلعب اثنين، فهو كان بالنسبه له مروان رقم واحد. طب انا بزق ديانج لقدام، الراجل بيتخنق، مش امكانياته. فديانج نفسه كمان بيتظلم لان انت بتطلب منه حاجه مش بتاعته. لا احنا قلنا ان القصه كلها ايه؟ معادله، افكار مدرب وامكانيات لعيب. بس انا بشوف ان هما الاثنين مع بعض الموضوع صعب. بس هقول لك على حاجه، مثلا اللي حصل في الماتش اللي فات ان بقى مين اللي بيعوض ديانج في الحته دي؟ كان ان حسين الشحات بيدخل القلب وهوب يقوم رامي. بتعمل ايه بقى؟ بتفضيك قدام، او نفس الموضوع بتفضيك قدام. هي دي الفكره، يدخل للقلب ويعملها. فانت دايما 4 هجمات حلو، ودايما بس برضو كامل الاحترام، خلي العركه منصوبه، اختلفوا مع بعض. لا احنا لا خالص بنتناقش، بس دايما هيبقى عندك لعيب ناقص قدام، لان انت خسران لعيب في حاله بنى الهجمه. انت هتخسر ديانج الضغط بس، وفي حاله الكره الثانيه، فبالتالي حلوه، فبالتالي هنا تعتبر نقطه ضعف الزمالك. حلوه، فبالتالي هنا احنا رجعنا للاسلوب. انا هلاعب الزمالك رد فعل، هبقى مستني حاله الضغط، مش لازم والكره الثانيه، ما هو انا مش هعرف اخرج بالكره. تعال نشوف الصورتين عشان اوضح بس، اوضح بس وجهه نظر الصورتين بالراحه كده. دلوقتي ناصر ماهر، عبد الله السعيد، دونجا. حلو. المثلث ده بيتميز بايه؟ بالقدره على القدره على التمرير والتحرك. عيبه ايه؟ انه ما بيدافعش. الثلاثه دول لو اتلعب عليهم كرات عاليه بيحصل معاهم ايه؟ ما بيعرفوش ياخدوا الكره الثانيه. صح كده. كده الاهلي هيغير اسلوبه. هي دي نقطه. هو اصلا الاهلي عنده اسلوب، بس يبقى انا لازم ارجع للباك تو بيس. ما هو عشان ما عندوش اسلوب، الاهلي عشان ما عندوش اسلوب عنده مشكله في الحاله الفنيه دلوقتي. طيب فهو محتاج يرجع لكم كده باللي انتوا عملتوه ده 12 دقيقه. طيب بص بقى، وانتوا لسه اخيرا والراجل ده ما فتحش بقه. خلاص بقى سريعا عشان بس النقطه ده اللي انا بتكلم فيه. اولا ملاحظه عز في ان المساحات الخضراء كتير، الفريق كتير، بص بعيد عن بعضه. ده سببه ايه؟ سببه ان انت وانت بتخرج بالكوره عندك مراحل. اول مرحله في الخروج بالكوره انك ازاي تكسر اول خط ضغط. بص الاثنين دول مروان وديانج. ماشي. تواجد الاثنين دول هتلاقيه هنا بشكل مش عايز اقول لك دائم، 70-80% من لحظات الاهلي في الخروج بالكوره فتحت الاثنين واحد. ماشي. فانت خسران لعيب. بص بقى الصوره اللي بعديها، هتلاقي ان الاهلي بص مقسوم. بص الاهلي، بص المساحه دي كلها. الاهلي مقسوم لان مفيش اللعيب اللي يعمل الربط ما بين الخطوط، ان هو واحد هينزل يخرج بالكوره والتاني هينزل يقف في المساحه دي. اللي هيقف في المساحه دي هيعمل ايه يا ابراهيم؟ هيعمل حاجه من الاثنين، يا هيجبر الراجل ده يدخل عليه فالراجل ده فضي، يا اما هو هيستلم
ويكسر الخط ما بين الاثنين. ما هو ده محمد علي يا بن إما- رمضان. بس يبقى يا الاثنين إما- مع بعض ما ينفعوش. اخر هم حاجه مين؟ الصورتين ديانج ومروان. ما لا فيش وقت مين خلاص. التالت؟ خلاص بقى اخر حاجه آخر حاجة. هتقعدوا على الأواشيط، اخر حاجه والله هتقعدوا بعد بص، كده أهو تقولوا لي بص. هات وقت اجيب بص وقت الاحمر منين؟ ده اهو، الاحمر ده دي مشاركات لعيب زي ديانج في الحاله الهجوميه والخروج بالكوره. ماشي. الاحمر ده المعدل بتاع الدوري، الازرق ده المعدل بتاع اللعيب. ديانج لعيب النادي الاهلي اقل من المعدلات الطبيعيه للاهلي، ومروان عطيه اللعيب بتاع الاهلي اقل من المعدلات الطبيعيه في الخروج بالكوره من لعيبه الدوري. ماشي. فبالتالي الاثنين عندهم مشكله في انهم يلعبوا مع بعض. ماشي. تواجد الاثنين مع بعض انا بشوف ان هو مشكله كبيره لو جدا في خط وسط تلاتة الاهلي.